بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهارده ان شاء الله نعمل كيكه جميله حلوه انتوا شايفينها قدامكم ديت. طبعا ما تاخدش حاجه، هتشوفوا الفيديو من الاول للاخر. وهي بسم الله ما شاء الله هي دي يا جماعه بدقيق عادي، مش سبونش ولا حاجه. وان شاء الله هوريكم كل المكونات في الفيديو، خليكم معايا لحد اخر الفيديو هتشوفوها بالجمال والحلاوه دي. طبعا انا عاملاها طبقتين بدقيق عادي خالص من متعدد الاغراض، وكريمه مكوناتها بسيطه جدا. هتشوفوها على قناتنا قناه بنات شال. تابعونا لحد اخر الفيديو وهتشوفوها ان شاء الله معايا. خليكم معايا الفيديو انتوا هتشوفوها ان شاء الله. وطبعا التزيين زي ما هقول لكم في الفيديو برضو باي حاجه انت حابه تزينيها. انا مزيناها هنا ببشر زداني وكريمه ماشي. طبعا لو انت عايزه بقى فرماسيلا شوكولاته المتاح عندك واللي انت حابه اعمليه. خشوا معايا لو شوفوا الفيديو من الاول للاخر. يلا الله وبركاته. النهارده هنعمل كيكه بالشوكولاته. معانا 3 بيضات اهما، عليهم ذره من الفانيليا ماشي. ادي 3 بيضات، معايا كوبايه وربع من السكر. ادي الكوبايه اهي، والربع اللي هو معلقتين ماشي. ومعايا نص من الزيت، كوبايه من اللبن. طبعا احنا هنعملها ايه بنيه. دي كوبايه كبيره يا جماعه، دي كوبايه وربع من اللبن، وده نص كوبايه الزيت. هضربهم كلهم مع بعض بالمضرب الكهربائي. طبعا يا جماعه انا هضرب اهوت كله مع بعضه، الزيت والسكر والبيض واللبن لحد السكر منهم معايا خالص. طبعا معايا اهوت الكاكاو، هجيب الدقيق بقى هنكون واجيبه، ومعايا باخد من البيكنج باودر. طبعا هنحط كوبايه وربع من الدقيق ونص كوبايه الكاكاو كده، واشوف هيحتاج معايا قد ايه واقول لكم. هضرب بس عشان الصوت يا جماعه. عندي اهوت دي كوبايه ونص من الدقيق ماشي. مش هحطهم كلها عشان هحط الكاكاو الاول. طبعا هحط البيكنج باودر اهو، ظرف من البيكنج باودر، وهقلبه كده بالمضرب اليدوي الاول. واذا احتجت دقيق تاني هكمل. هقلب بس كده الاول عشان مش عايزه القوام ده تحت تقيل معايا. يا جماعه زي ما انتم شايفين اهي كوبايه ونص من الدقيق، كوبايه ونص كوبايه كاكاو خام. طبعا لسه محتاج معايا دقيق. انا هخلاه وحاطاه جنبي عشان لو عوزت احط منه، محطوش كله مره واحده عشان متبقاش تقيله معايا. نحط كده اول باول بالتدريج. طبعا لو انت بقى عايزاها عاليه حطها في صينيه وسط، عايزاها تعملها طبقتين حطها في صينيه مستطيله طويله وسيبها طبقتين على بعض. هسكر كده بدقيق يا جماعه. خدت معايا كوبايه وربع من الدقيق ونص كوبايه من الكاكاو الخام. قلب بس كده حلو بس. الخليط بتاعه زي ما انتم شايفينه. اجيب بقى الصينيه بتاعتي. يا جماعه الخليط اهو زي ما انتم شايفين. الصينيه عندي اهي ماشي، صينيه مستطيله اهي. هنزل بقى بالخليط كله كده، انا مش عايزاه اسيبك فيه اهوت. هنزله كله بقى. اجيب بس معلقه كده وانزله وافرده في الصينيه. هدخله بقى اظبطه كده وادخله الفرن. هي يا جماعه خلصتها اهي في المستطيله اهي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. هبدا بقى ادخلها الفرن على رف الصيني ماشي. ولما تستوي ان شاء الله نشوف هنزلناها ازاي. كوبايه من الكريمه ماشي، على معلقتين من السكر ونص كوبايه من الماء المتلج. هضربها بس كده على فكره معايا ما تطير من صوت الفرن. طبعا هضرب بسرعه عشان القوام معايا يطلع بسرعه.
تغيري فيها اكتر تطلع معاكي بسرعه. طبعا انا عامله ناحيه واحده بس من المضرب عشان بس ما تبقاش الغوص اللي حواليا. هي كده الميه هي كويسه، واسيبها في الثلاجه دي كده بتسيبها معايا. طبعا اقل حاجه تقعدي تضربي فيها 5 دقايق على الاقل خالص، 5 10 دقايق هتكون معاكي تجيب القوام دي كمان صحيح. احسن الميه القديمه بتكون ميه متلجه من الفريز. وشايفينها بتفضل معايا هي طبعا انا حاطه فيها كده ايه 5 دقايق حاطه فيها عشان الصوت. يا جماعه الكريمه اهي بعد ما خلصتها اهي شايفينها بتطول الصوم كده كده. هحطها بقى في التلاجة تجمد شويه كمان على حد الكيكه ما تستوي معايا. طبعا انا ضربت فيها 10 دقايق مستمرين. ماشي هدخلها بقى التلاجة على الرف تحت الفريزر كده واسيبها بقى لحد الكيكه ما تستوي وتبرد معايا كده خالص. وايه ان شاء الله بقى نزوقهم مع بعض. طبعا انت بتسيبيها بتضربها كده لحد ما تمل معاكي من النار كده زي ما انتوا شايفينها كده. هي هدخلها بقى التلاجة واسيبها. ادي يا جماعه الكيكه بعد ما طلعت من الفرن. طبعا هتيجي بقى تقسميها ايه بالنص كده، تقيسيها بالنظر إيه زي ما انت ايه حابه. هنشيل بقى الورقه اللي تحت دي كلها كده نقسمها نصين. يا جماعه احنا قسمناها بالنص اهي. دي بقى حطي عليها الكريمه وافرديها بقى زي ما انت عايزه بالكميه اللي انت عايزاها. كتري تقللي دي حاجه ترجع لك انت على كل الجوانب كده. طبعا انا سبتها لما بردت خالص من الصينيه وبعد كده طلعتها عشان ما تنهرش معاكي. طبعا لما بتبقى سخنه هتنهري معاكي. عندك بقى جوز الهند اي حاجه عايزه تحطيها فيها حطيها. ماشي هجيب بقى الطبقه التانية واحطها عليها. يا جماعه احط الطبقه التانية. طبعا تشيلها بحساسيه. لو عندك بقى شوكولاته تسيحي بقى وتحطي عليها كده الطبقه التالتة تبقى ممتازه. طبعا التزيين ده على حسب كل واحده بترجع لك انت. طبعا دي بس هو بالاطراف. طبعا شوفوا الكريمه بقى انا حطيتها في التلاجة شوفوا تماسكت ازاي وبقت جميله. يا جماعه انا خلاص اهوت انتهينا منها زي ما انتم شايفينها طلعت ايه بالشكل ده كده. طبعا طريقه التزيين زي ما انت حابه اللي انت حابه تحطيه زيني بيه. ده الشكل النهائي بتاعنا. الف هنا وشكرا عليكم. اشوفكم ان شاء الله في فيديو قادم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.